السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكوري صاحب اسبوعين يا كلب. جماعة والله اسف، والله نشرت لكم في المنتدى ان الجهاز بتاعي اللي كنت بستخدمه باظ، فاضطريت استخدم جهاز اقدم منه، والجهاز ده ما كانش بيشغل حاجة اصلا. شايفين اللعبة دي؟ بصوا كان بيشغلها على كام فريم. فعانيت ان انا الاقي العاب عشان اصورها، فعشان كده اتاخرت المده دي. ففي الفيديو ده جايب لكم 4 العاب رعب غبيه هنكمل بيها سلسلتنا اللي هي اغبى العاب رعب ممكن تشوفها في حياتك. فما اطولش اكتر من كده ويلا بينا نبدا. يا جماعة آسف على الجودة دي المرة الثانية. خلينا نكمل. ده أبويا ده شكله ولا جدي ولا خلينا نكلمه. أبويا أنا رايح للمدرسة. ماشي أنا رايح أصطاد شوية كده، ينفع أجي معاك؟ لا. ليه؟ اسمع هتمني 18 سنة بكرة، ليه ما نروحش بكرة نصطاد؟ يعني أكنه بيقول لي يعني هدية عيد ميلاده أنا راح أصطاد معاه، دي هتكون حاجة كول. شكرا يا أبويا أنا رايح للمدرسة دلوقتي، يلا بينا. شكرا والله يا أبويا. إيه ده؟ دقيقة ده غزال؟ أبويا أنا مش عايز أروح أصطاد والله يا جماعة، يعني غزال غريب. بصوا بقى عامل شبه الخنفسة كده. خلينا نروح للمدرسة. طب استنى، هو الباب أصلا فين؟ هنا صح؟ أوه من أولها كده. يلا بينا بسم الله. طلعني فجأة وبيت اختفى كمان، ما اعرفش راح فين. يلا بينا. اللعبة اصلا كده يعني شكلها خربان. في حاجة استنوا. دو نوت جو هير. ما اروحش هناك. هل امشي ورا حياة الشغب واسيب المدرسة واروح ورا فضولي، ولا اروح المدرسة والحياة المعتادة؟ لا شكلها اروح طبعا بالطريق ده. يلا بينا. انا حذرتك. ايه ده؟ ما فيش حاجة غير راجل قاعد على الكرسي. شكله شحات اصلا ما عندوش بيت. انا نكلم. انت عايز ايه يا ولد؟ معلش ما فيش مشكلة. يا ريتني كنت صغير في السن، دي حاجة مش كويسة. انا كرهت حياتي دي. والله لك حق تكرهها، قاعد في الشارع وبتشرب بيرة، حالك صعب يعني. احسن لك ركز على مدرستك عشان ما تقبش زي كده. شكله اخذ قدوة الراجل ده. على كده انت ما بتتفرجش على الاخبار؟ لا الاخبار بتقول ان المدينة فيها حاجات خطيرة، انا محتاج حد يحميني. على كده انت بتعمل ايه هنا؟ يلا روح بسرعة المدرسة. أبو قلب مزاجه اتقلب، لازم شكله أروح المدرسة وإلا هيموتني. والله خاف يجي وراي والله. الله نروح مدرستنا ونطنش الرجل ده. يلا بينا نروح للمدرسة. يا أخي الجرافيك يا أخي بيض يا أخي، مش عارف ألعب. طب فين مدرستي؟ هي دي؟ في حدود ما أقدرش أمشي. ماشي خلينا نكمل، باين عليها في آخر الطريق. في واحد هناك. تعال نكلم. صاب إيه صاب بدي؟ يمكن قصده الساب. ابتعد عنا أيها الخاسر القبيح. ليه فجأة كده بقول له كده؟ مفيش حد بيحبك. يا جماعة أنا ليه بقول له كده؟ أنا دلوقتي وصلت وانت بتهاجمني. اوعى تاجي المدرسة المرة الجاية بس. طب يا جماعة ليه انا قلت له كده؟ والله حرام يا اخي، انا صعب علي يا اخي. خلينا نروح المدرسة احنا يا جماعة، ندرس ونتعلم. يلا بينا. ودخلت على طول على الفصل. صباح الخير يا اولاد، انا رجحت الامتحان بتاعكم والنتائج كانت حلوة، انا فخورة بكم وبالذات انت. قصدي عليا، شكلي شاطر انا. انت الوحيد اللي سقطت بالاختبار. انا فاكر نفسي نجحت، طلع انا ساقط. لف راسه ليه كده فجأة؟ أعتقد أنك لست مكروها فقط، أنت كمان غبي. أنت أسوأ طالب في الصف ده. يا جماعة ليه كله بتهجم عليا كده؟ وأنا عملت إيه؟ الحياة مقلوبة ضدي ليه كده؟ شكله الراجل اللي هناك عاش نفس التجربة بتاعتي. خلاص خلصنا، يومنا انتهى كده. أشوفكم بكرة، وبرضه ما تنسوش تحلوا الواجب بتاعكم. طلعت والله كل حاجة فجأة في اللعبة دي. دقيقة مين ده؟ استنى تعال نشوفه. بنت دي، خلينا نكلمها. هاي عايز اطلع معاك في موعد. انت بتتكلم بجد؟ ايوه. ها تضحك علي الكلمة دي. بص على نفسك، يلا امشي بعيد. يا جماعة الناس كلها كرهاني يا جماعة، حتى الناس اللي ما يعرفونيش بيكرهوني. يلا بينا نمشي البيت. دقيقة في واحد هنا، ده في 2 مش واحد. خلينا نكلم ده. ما بتكلمش ده. طب ده بتكلمش برضه. لا نروح البيت، خلينا نروح البيت. بيتي فين؟ انا بيتي فين؟ انا طلعني فجأة الشارع كده في الاول، ما اعرفش البيت فين. لعبة غبية. يلا رجعت البيت يا جماعة. ابويا ليه عيونك سودا كده؟ بكلم. هاي داد انا تعبان، سيبني لوحدي. حاضر. هو انا اخيرا وروني شكلي. هي المشكلة معايا. شفتوا في جن طلع لي. خلينا نكلم. طب ابويا. اهلا يا ابويا، شوية كده هنروح للصيد. ايوه شكله بيسلك لي يا جماعة. سيبني لوحدي دلوقتي. انت نسيت ان النهارده عيد ميلاد 18؟ لا حكاية التسليك اللي معاه ده. في بيرثداي بس هو ده اللي قدرت تقوله لي. انا جدا مشغول دلوقتي، سيبني. طب يعني ايه ده؟ بالله ايه اللي بتفرج؟
طب هي انا اعمل ايه دلوقتي؟ اروح المدرسة ولا اعمل ايه؟ اقدر اطلع بروح المدرسة تاني. خلينا نروح مدرستنا اللي ما فيش حد بيحبني فيها. استنوا ايه ده؟ واحدة ماسكة عيلها. انت احمق جدا. انت اللي خليت البيبي يبكي وانا عملت ايه؟ جيت اكلمك دلوقتي بس. يلا امشي بعيد يا جماعة. في ايه؟ كله مش عايزني. خلينا نروح مدرستنا يا عم. يلا هنشوف طريقة عشان ايه نعدي بيها الازمة اللي احنا فيها دي. دخلت المدرسة وهو باصص لي كده. اقدر اتحرك؟ هو ليه كله باصص لي اصلا؟ عملتوا الواجب بتاعكم؟ ايوه عملته. انت بس الوحيد اللي ما عملتهوش. انا ليه؟ في قربت فجأة. معلش يا ابله والله. انت اصلا بتعرف تعمل اي حاجة في حياتك؟ شكلي هضطر ان انا اعاقبك. على اي حال خلينا نبدأ الحصة بتاعتنا. خلصنا بقى. خلاص اللي بنرجع البيت نفس الاجواء بتاعت امبارح. في انا عايش. طب والله كلاب يا اخي. ايه فايدة الخلعة اللي من غير سبب دي؟ بدنا نرجع البيت. والله ما عارف ايه اللي حصل بس يلا. ايه كل يوم عيونك سودا؟ انا تعبان. تعال نشوف. ابويا عايزين نروح نصطاد دلوقتي. نصطاد ايه في الليل ده؟ خد السلاح. مستحيل. عايزني انا اصطاد لوحدي؟ ابويا المفروض تجوا معايا. استنى هو بيقول له خد السلاح. يلا بقى ناخذ. ابويا دخلت السجن يا جماعة. ويرا يا انت ضربت النار على ابوك في صدره. انا عملت كده؟ لا هو حي. هو في المستشفى دلوقتي. الدكاترة بيحاولوا انه نخلي الراجل المسكين ده عايش. انت ليه عملت كده اصلا؟ انت مش فاهم. ده مش انا في وحش كان بيهاجمني. ده مش صح. الوحش الوحيد موجود هنا هو انت. لا خلصت؟ مستحيل. اكتر لعبة غبية شفتها في حياتي. يعني القصة كلها تخلي اللاعب هو غلطان وانا اصلا ما عملتش حاجة. بس يلا اللاعب اتسجن وخلاص كده. خلينا نروح للعبة اللي بعدها. تاني لعبة معانا بارك او الكلب بارك. اللعبة طبعا جرافيكها زي الثانية او اخف منها. ما تطولش وخلينا نخش نشوف اللعبة. الليلة الاولى. دخلت اوبجيكتيف فيد يور دوغ. المهمه لازم اطعم الكلب. بارك الكلب يا جماعه عايز تاكل. يا اخي بس يا اخي هو ليه مزعج كده؟ مش راضي يهدى. طب استنى هو الاكل بتاعه فين اصلا؟ هل هو ده؟ لا ده الاكل بتاعي في الثلاجه. لا هنا. لا في رف هنا. خلينا ناكل الكلب المطيع ده. كل بقى وقع الساك. بيقول لي روح للنوم. ماشي. في باب هنا السرير. خلينا ننام دلوقتي. اكلنا الكلب بتاعنا ونمنا. الليله الثانيه اوبجيكتيف فيد يور دوغ. ليه نفس المهمه ثاني والكلب ده ما بيشبعش؟ خلينا نمشي على قصة اللعبة. ماشي ناكله. ما فيش اكل الدور ده. الاحداث اتغيرت. الاكل مش موجود. بيقول لي جو تو ذا شوب تو باي دوغ فود. اروح المحل اشتري اكل الكلب. جينا. لا يا جماعة ده المحل. انا شايف حاجات كتير الصراحة. في اكل قطط واكل كلاب. صاحب المحل هل اقدر اشتري صاحب المحل؟ ماشي خلينا نجيب اكل الكلاب ونشتريه ونودي الاكل ده لبارك عشان جعان. خلينا نروح. ايه الجليتش ده؟ ولكنه في اي حاجة. اتعودنا على الالعاب الغبية دي. خلينا نروح ناكل الكلب. اكلنا الكلب. يا جماعة ايه ده يا جماعة؟ طب هل اللعبة كده اكل الكلب واروح انام؟ صاحب اللعبة عامل دول بس. نشوف ايه حكاية المطور بتاع اللعبة ده. لا ننام. نايت 3 بس النايت 3 باللون الاحمر. لا مستحيل. فيد يور دوغ ثاني. واي از ذا دوغ نوت هير؟ الكلب ليه مش موجود هنا؟ ندور عليه. كويس انه غير لي يعني المهم. ماشي خلينا ندور على الكلب. بارك هل موجود هنا؟ بارك. الباب ده يتفتح؟ لا مقفول. يمكن في الأوضة بتاعته صح؟ ثانك يو فور بلينج. بالله يا جماعة دي خلعة والله العظيم. الكلب وصاحب اللعبة والشخصية اللي بلعب بها كلهم خرا. آخر لعبة معانا يا جماعة مياو. هي دي اللعبة الثالثة الوحيدة اللي لقيتها بالجرافيك ده. بتهيألي هي من نفس المطور بتاع اللعبة. الكلب اللي عدناه ده الدور اللي فات. يلا بينا نخش ونشوف يمكن تكون مختلفة عن اللعبة اللي فاتت. يلا بينا نخش نايت 1. نايت 1 افتر وورك. يعني دي فيها تغير. لا يا اخي لا. في زكاة بدأ الدق بقى كات. والقطة شكلها اغبى من الكلب. ماشي اللي بين ندور على اكل القطة. بيتهيألي الاكل مش عارف هيكون فين يا اخي. مش شايفين في حاجة مألوفة كده؟ والله يا اخي المطور ده ما تعبش شوية حاجة. خلينا ناكل القطة. كلي خلينا ننام. نايتو المعتاد. في زكاة. الاكل بتاع القطة خلصان. لازم نروح المحل نشتري. لا المحل ده الصراحة تعبان فيه صاحب اللعبة. أحنيك على التعب اللي انت عامله. خدت كام رف. خلينا نشتري أكل القطط. والراجل بتاع المحل اللي فات هو
حسبوا لي اللي بين راعي البيت. اوه انت اشتريت اكل القطط، روح اكل القطه. يلا بينا في زكاه كلي. لازم اجيب الاكل من الرف، اني يا دوبك جاي من برا بس مش عارف ايه الحباله دي. يلا كلي جو تو سليب. نروح ننام. نايت 3 واللي هي اكيد الاخيره. القطه مش موجوده، دور عليها هتكون فين. اقدر اتوقع هتكون يعني في الاوضه بتاعتي. يا الغباء ده. ماشي يلا بينا. على حظكم يا جماعة لقيت لعبة أخيرة بجرافيك ضعيف، فنخش ونشوف. أنا راجع من المدرسة وفي حاجة بتمشي ورايا. أهو أنا ده الواد ده شكلي مكتئب برضه، معرفش ليه كل الوحش. Can you see me؟ طنشته. اتوقع ان انا لما عملت نفسي مش شايف ومش هاجي وراي البيت. يعني فكره حلوه ووحشه في نفس الوقت. بقيت العب دلوقتي. ماشي يلا بينا. نروح فين؟ بيتنا هنا؟ لا طبعا اكيد لا. الله يا جماعه عيني وجعتني من الجرافيك ده. دي الحدود، ما اقدرش اتمشى اكتر من كده. يبقى اكيد البيت في الزقاق لينا ده اللي ما كنتش عايز اخشه. يلا بينا. ليه بتوع العاب الرعب مصعبينها عليا كده؟ هو دخلت. كويس. دي نوتة، خلينا نشوف النوتة دي بتقول. يا ساتر على الكلام. اي هوب يو هذا. المهم الورقه دي كانت بتقول ان امي سايبه لي اكل في الميكروويف لازم اسخن، وفي نفس الوقت لازم احل الواجب بتاعي. ايه في صوت. الوحش جالي. كان يو سي مي. ايوه شايفك والله شايفك. طنشته تاني. لازم اعمل نفسي مش شايفه على طول عشان ممكن بالطريقه دي اختفي. والله الوحش يا اخي يطلع عيني يا جماعه. ماشي ما علينا. يقلي لازم اكل يا اخي، مش عارف اكل ايه من الجرافيك ده. الوحش موجود هنا. اكيد بقى لازم اكل وما ابصلوش اكيد. طب ايه ده؟ يقلي لازم نسخن في الميكرويف صح؟ ايوه امي كانت بتقول لي سخن. يبقى مش هو ده الاكل. لازم نبصلوش يا جماعه. لو بصيت له بص اللي يحصل. ورجعنا ثاني. مهمتنا دلوقتي ان احنا ناكل من غير ما الوحش ده يشوفنا. الاكل بقى هيكون فين؟ اكيد في الثلاجه. كانت بتقول لي سخنه في الميكرويف. هو ده هيجلي. هو ده كانت بتقول لي بيتزا. ماشي بس خلاص كويس انها البيتزا. والله خايف الف الاقيه. موجود اخيرا. خلصت. ناكل البيتزا ونخلي بالنا. ارميها. لا مش ارميها تحت يا حمار. يا اخي الاكل هيكون صعب كده. طب اكل فين؟ عرفت يا اخي الترابيزه دي باين عليها انها بتاعت اكل. اكيد اكل هنا. بس يا ساتر لازم افضل كل ده لحد ما اكل. الصوت المستفز ده. بس خلاص. امي تاني حاجه قالت لي ان انا احل الواجب بتاعي. طب احله فين؟ هنا تقلي هنا في الاوضه بتاعتي صح؟ حساب 54 زائد 23 سهله. 77 صح. 33 زائد 19 52 صح. 27 31. استنوا ما حسبها ليش ليه دي؟ مش 31 صح؟ ماشي نعديها. 42 63 وهنا 6 واخيرا 8. حليت الواجب وخلاص كده. يا جماعه طلع في غلطه. دي مش 31 29. كأنه ولا اي حاجه حصلت. امي كانت بتقول لي بعديها ايه؟ رتب العاب اخدتها في الصندوق. باين تقلي هي دي اللعبه صح؟ باين كده. ارميها هنا. لا الالعاب اللي امي كانت بتقول عليها دي اعمل ايه بعد كده؟ دي اوضه امي شكلها. ايه ده؟ دي لعبه. خلينا نبص كده ونمشي. الالعاب دي احطها فين يا اخي؟ استنوا في لعبه هنا. ماشي ناخد دي هنا. في نجمه كانت هنا وقعناها. خلينا نكمل طريقنا. الالعاب احطها هنا على الترابيزه مكتوب تويز. ماشي خلينا نجمعها ونحطها. واحدة اتحط. خلينا ناخد الباقي ونحطه. والله يا جماعة خلاص يعني تعودت على الوحش ولكن حاجة. خلينا ناخد دول. ناخد الكورة دي كده هيفضل لنا 2. واخيرا اخر واحد بس. خلصنا. شكلي لما انام واصحى ممكن ده يختفي ويكون اوهام كانت بتجيلي وخلاص. خلينا نكمل. طب دلوقتي استنوا ازاي انام والوحش ده موجود هنا؟ خلينا نعمل كده. ايوه بس نام. ايه في حد خبط الباب؟ جايلي بالليل ليه؟ في حد يجي يخبط على حد الساعة 2 او 3 بالليل كده. خلينا نروح نشوف. مين؟ لوكاس اريوزير. امي دي انا نسيت المفاتيح. تقدر تفتح لي الباب؟ ماشي خلينا نفتح لها الباب ما نبصش في وش الوحش ده عشان كل المجهود اللي عمل ده ما يضحش كده. طب فين مفتاح البيت؟ اخلص من حاجه تجي لي حاجه تاني. والله يا امي مش لاقي المفتاح. مستحيل المفتاح معايا من الاول ولا امي من غير راس. هاي لوكاس معلش عشان صحتك انا لازم اشوف حل الموضوع نسي المفاتيح ده. المهم انا رجعت متاخر عشان اخذت ورديه واحده زميلتي فاضطريت اجي في الوقت ده. انت عملت الحاجات اللي كتبتها لك في الملاحظه؟ ايوه عملتها. ايه ده؟ في ما تقولش ان امي قادره تشوف الوحش. ابو مسك امي قتلها. لا امي.
الدماغ دي يو كان سي مي. خلاص يا اخي، خلاص عرفت ان انت موجود. والله عرفت ان انت موجود. اللعبه دي ايه ده؟ رجعنا الشارع تاني. مين ده؟ كان يو سي مي. بس ثانك يو فور بلينج. والله الصراحه يعني احسن من لعبه الكلب والقطه عشان ما اكذبش عليكم يعني. فهم دول الالعاب اللي كانوا معنا في الفيديو. اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا، ولو في اي لعبه ببالكم اكتبوها تحت في التعليقات وبس. ويلا سلام.